أنا نظامي من 3 سنوات تقريبا حطيت في راسي إني أشتري بيت لأهلي كاش. حلوين حلوين. صرت شو أسوي؟ إعلاني مثلا ب10,000 أسحب منه 3,000 منه 3,005 أسحبها كاش وأخليها عندي بالشقة. جمعت 3 سنوات، جمعت مبلغ الحمد لله كبير، ما عاد بقى له شيء بسيط وأشتري فيه البيت. المهم جاء أول أيام العيد وكلكم تدرون إن رحنا الخبر، أنا وروك وراشد وعلي ونواف، رحنا الخبر. تكينا تقريبا اللي تك أسبوع واللي تك 5 أيام واللي تك 6 أيام واللي تك اللي هو له. المهم أنا في ذاك الوقت أول مرة إني أسافر على خاطري مو طيب ماشي، يعني أحس في شيء بس ما أدري وشو. أكلم أهلي أموركم طيبة كل شيء زين الحمد لله، أكيد ما فيكم شيء ما في طيبة كل شيء زين. المهم بعد 9 أيام قلت لا لازم أرجع الرياض، مع إني مقرر إني أسافر بنروح مصر أنا ونواف. يا أخي وش غير؟ قلت لا بنروح الرياض بعدها نجلس يوم يومين بعدها إيش نطلع لمصر. رجعت الرياض، أول ما رجعت رحت الشقة. يوم وصلت الشقة لقيت باب الشقة مكسور. يا عيال عرفتوا شعور اللي مع تناظر تحس غيمة، تحس انك خلاص ما ادري، عرفتوا الاحساس هذا اللي صار لي. دخلت الشقة كل شيء مكسر، مسروق الشقة، المبلغ اللي اتخيل اجمعه، شوفوا هو غباء مني لكن عاد مقدر ومكتوب وراضي بأمر الله ولعله رادني من شر. اللي قاعد اجمعه من 3 سنوات تخيل المبلغ كامل هذا راح انسرق. جوالات وايبادات وبلاي ستيشن اللي بسويها لكم فعاليات وهبا راحت، اغراض ثانيه برضو راحت، ما خلى شيء. التعب حق 3 سنوات راحت. ارجع للكاميرات رجعت الكاميرات. انا طلعت من هنا اول العيد، انا رحت من هنا هو دخل الشقه وجاي مرسم ملكه، جاي تسرق وانت مرسم يا استاذ حرامي. جاي مرسم وسارق والله، مرسم لابس ثوب شماغ، حي عينه وحي فاله وحي نباه، سارق المبلغ هذه والدنيا ذي كل ابوها وهو مرسم وما يروح حق شيء. لكن انا واثق الحق بيرجع والحلال ما يضيع. ليش؟ لاني في دوله بن سعود وحكومه بن سعود ما تخلي حق احد، وباذن اللي ما تنام عينه انك راح تجي. راح